اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ريل دراما. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن فيلم لاف ريسيت. فيلم كوري رومانسي كوميدي بيحكي عن اتنين بيحبوا بعض بجنون، بس مفيش بينهم اي شيء مشترك. بيقرروا يتحدوا الاختلافات والعائلات، وكل حد بيقول لهم انهم مش لاقيين على بعض. بينجحوا انهم يتجوزوا، بس بعد شهور قليله الحب بيتحول لحرب. الخناقات بقت روتين والسعاده اتبدلت بجحيم، لحد ما حياتهم باظت بمعنى الكلمه، ووصلوا لمرحله ان محدش طايق يشوف وش التاني حرفيا. بيتفقوا على الطلاق، لكن في لحظه بتحصل لهم حادثة بتغير كل حاجة. ذكرياتهم بتتمحي. القدر بيديهم فرصة تانية عشان يتعرفوا على بعض من أول وجديد، لكن السؤال الأهم اللي بيفضل يطاردهم طول الوقت: إحنا ليه كنا هنسيب بعض أصلا؟ بنعيش معاهم في الفيلم مفارقة لذيذة جدا، وبيكون حلها إجابة سؤال من اتنين: هل الحب الجديد هيكسب، ولا الذكريات القديمة هتدمر كل حاجة؟ لاف ريست بيقدم رومانسية مختلفة، وبيسألنا سؤال صغير: لو الحب كان حقيقي، هل ممكن يتعاد بنفس تفاصيله مرة تانية مع نفس الشخص حتى لو إحنا مش فاكرينه؟ مستني اجاباتكم في الكومنتات. استنوني في حلقة جديدة.